هنا راح نشارككم قاطو تاع النفاس، يعني كوموند راح نشاركها معاكم، يعني محشي بالكراميل وبقاناش، يعني ما شاء الله. هنا قبل ما نبدا في المقادير راح نقول لكم السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. عندي 250 غرام تاع مارغرين طريه، نضيف معاها يعني لافاني، انا عندي ليكيد، انت بغيتي ديري بودو، 3 مغارف معمرين مليح تاع سكر كلاص. راح نبداو نخلطو هنايا مليح بالباتر. بعد ما نخلطوهم مليح بهذه الطريقه راح نضيفو هنايا 2 حبات بيض، يعني 2 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ونخلطو تاني كمليح بالباتر قد ما يدخل معنا هذاك البيض. هنا راح نزيدو هنايا تاني 2 مغارف كذلك بومبي تاع مايزينا، نغربلوها ونزيدو تاني 2 مغارف بومبي تاع كاكاو، لازم يكونوا مغربلين هاد النواشف. ونخلطو شويه هنايا بالباتر حركه خفيفه باش الخليط تاعنا يولي معنا كريمه. هنا راح نبدو نضيفو في الفرينه. انا ضفت هنا الفرينه وضربت هنايا مغرف صغيره، يعني نص مغرفه صغيره تاع طلاعه، يعني اللي هي خميره الكاطو. ونبدو هكا نلمو هنايا بالفرينه. العجينه تاعنا مادابيك تقعد طريه بهذا القوام تاعها، هذا هو القوام تاعها. شوفوا هنا راح نجيب هنايا لي مول تاعي اللي راح ندير فيهم هذا الكاطو، يعني هذا الكاطو ما يشدش معاكم وقت وتاني كيجي بنين ما شاء الله. انا كانت عندي هذه كوموند تاع نفاس درتها معاكم، هنا شاركتها معاكم، نتمنى ان شاء الله برك تدو افكار. هنا نبداو نديرو العجينه في هذا الليمول، تي اي مول يكونوا عندك، لكن يكون يعني الحجم تاعهم يكون شويه صغير، ما يكونش كبير، كيما هكا كيما الحجم اللي راه عندي انا متوسط. نديرو كاع هكا العجينه هنا في الليمون ونمشوهم، ومن بعد كينا هنايا ثاني نكملوا هذه الحبه. بعد ما نكملوها نجيبو فرشيطه، نبدو نثقبوا كاع في الحبات تاوعنا وندخلوهم هنايا في الفور يطيبوا هكا، نثقبوهم كيما هكا وندخلوهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا يبردوا معايا نخليهم بجي. هنايا عندي الكاناج، عندي هنايا 100 غرام تاع شوكولا بالحليب، وعندي 50 غرام تاع مارغرين. درتها هنايا على نار هاديه قد ما دابت معايا. ضفت هنا بعد ما دابت معايا 2 مغارف تاع شوكولا اتارتيني. ذوبت هذيك الشوكولا تغسيلي مع الشوكولا. هاول الكاناج تاعي راه نخليه هنايا حتى يبرد معايا تماما، ونخلطه غير بالمغرف ونعمره في لابوش. هذا الكاطو تاعي بعد ما طاب معايا، لان هنا رشيته بسكر كلاص، وراح نبدا نعمر هنايا بالكراميل. القاعده تاعه نعمرها بالكراميل. ومن بعد كي نجيبوا هذاك الكاناج بعد ما برد معنا، ها ولا الكاناج تاعه راح نوريكم هنا القوام تاعه. هنا درته في لابوش، هذا هو القوام تاع الكاناج تاعنا، يعني تضربيه غير بالمغرف، ولا بغيتي تضربيه بالباتر انتي حره. بعد ما نكمل هنايا كاع الكاطو درت له الكاناج. هنا راح نروحوا للطريقه تاع التزيين. انا عندي هاد لي موتيف تاع لي بيبي، وعندي هذا الورد. هنا بالنسبه الكاطو تاعنا انا يعني هاد لا كوموند عندها ولد، هاد المراه عندها ولد، راح ندير لها موتيف وندير لها الورد يكون زرق. هنا بعد ما كملنا الكاطو تاعنا ودرناه في الكيسات، هذا هو الشكل تاعه النهائي. اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا ديتوا افكار، واللي عندها نفاس ولا عندها يعني مزيود جديد راح تجيبها ان شاء الله. تنجم تدير هذا الوصفه. هذه الوصفه يعني تجي بنينه وتجي روعه وما تشتش معاكم تانيك وقت. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. هنايا راح نحلو حبه ونشوفوها من الداخل كيفاش تجي. انا نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وما نكونش طولت عليكم، وان شاء الله نقول لكم نتلاقوا في وصفات اخرى باذن الله. ولو وصلت معايا لهذه المرحله من لا فيديو ويكون عجبها الفيديو ان شاء الله ما تنسانيش بالجيم والكومنتير. وانا نقول لكم في الاخير ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر باذن الله في وصفات اخرى. شوفوا هنايا من الداخل حنقرب معاكم شويه وتشوفوها. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه ما نكونش طولت عليكم. وانا نقول لكم في الاخير دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع الف سلامه.